السلام عليكم. اكو فد يوم فتحت بيه جوالك، طبيت على التيك توك او طبيت على الانستغرام او على اي تطبيق، وقاعد يقلب بالفيديوهات وانت ملان، عندك شعور بالملل، ما متحمس، او فتحت البي سي مالتك باعد للالعاب وما متحمس ومالك واهيس، مالك رغبة انه تلعب اي لعبة من الالعاب اللي عندك، على الرغم انت تحس تريد تلعبها لكن ما عندك رغبة وما عندك حماس انه تفتح اللعبة. وهذا الشيء يسمونه فقدان الشغف. بهذا المقطع راح اقول لكم شنو اسبابه، شلون تتفادونه، وشلون ترجعون الحماس لاي شيء تريدون تسوونه، دراسه، لعب، طلعه مع الاصدقاء، اي فعاليه تريد تسويها شلون ترجع لها حماسك. اول شيء يا شباب راح اتكلم عن هاي النقطه من جانب طبي، باعتباري حاليا طالب طب بشري. راح اتكلم عن كم نقطه، ما راح ادخل بالتفاصيل، مجرد معرفه سطحيه اعطيكم للموضوع، وبعدين ندخل شوي بالجانب الفلسفي، واخر شيء الحلول. جيب لك شيء تاكله او الشربه، واشترك بالقناه بطريقك، ولبسوا أحزمة الأمان، خلونا نبدي. على مود نعرف يا شباب شنو الاسباب، لازم تعرفون ماده عضويه مهمه واللي هي ماده الدوبامين، واللي هو ايضا يصنف كهرمون وناقل عصبي. بكل بساطه يا شباب، هرمون الدوبامين فرز الخلايا العصبيه الموجوده بالدماغ، وهو احد العوامل الاساسيه في نظام مكافآت الموجود بالدماغ. بكل بساطه يا شباب، من تفكر بفعل معين وتفكر بالنتيجه مالت الفعل، مثلا اني فكرت بالدراسه، من افكر بالنتيجه واللي هي النجاح بالامتحان القادم عندي، راح ينفرز لي هرمون الدوبامين، وهذا الهرمون يعطيك شعور السعادة، شعور الرضا، شعور ايضا الحماس. حاليا بالسوشيال ميديا يسمون الدوبامين هرمون السعادة، لكن بعلم الادوية واللي هي الفارما، الدوبامين هو يعمل على اضافة تمييز تحفيزي، اي يحفز الشخص، يحفز الانسان للقيام بهذا الفعل. هسه بعد ما فهمنا الدوبامين، نجي نقول شنو علاقة الدوبامين بموضوعنا. اوكي، هو هرمون السعادة، لكن شنو علاقته بموضوعنا؟ بكل بساطة يا شباب، راح اعطيكم معادلة وانتم قولوا لي ياهل تتوقعون الجسم وياهل تتوقع خلايا الدماغ مالتك راح تميل له. فعل يعطيك دوبامين بنسبة 5% مثلا، وفعل يعطيك دوبامين بنسبة 30%. ياهل تتوقعون راح الدماغ يميل له ويتحفز له؟ راح تجاوبني اكيد وبدون تفكير 30%، لانه كل ما كانت النسبة اعلى كل ما كان شعور السعادة والرضا والحماس اكثر. حاليا ظهرت وسائل جديدة واللي هي السوشيال ميديا، وبالاخص مقاطع التيك توك مثلا، اللي هي حرفيا مرض، وانا سميتها مرض الدوبامين. راح تقول لي شلون؟ بكل بساطة يا شباب، الجسم من راح يسوي عمل راح يتوقع النتيجة واللي هي قلنا الحافز، اللي من خلاله راح ينفرز لنا هرمون الدوبامين، واللي هو راح نشعر من خلاله بالسعادة. زين، اذا كان الفعل طويل الامد، مثلا الدراسة، كون ادرس مثلا لمدة ساعة كاملة، بعد الساعة كاملة راح ينفرز لي هرمون الدوبامين، من ادري انه انا مثلا راح اادي خوش اداء، راح انجح بامتحان بكرة، فراح اشعر بالسعادة بعد ساعة كاملة من الدراسة. خلال هاي الساعة ممكن اكون اكتئبت، ممكن اكون ملان، ممكن اكون اجبر روحي على القيام بهذا الفعل، على مود بالنتيجة انه اكمل القرايه وانجح بالامتحان. زين، اذا اعطيكم شغله ابسط من هاي، واللي هو شنو رايك تفتح جوالك، تفتح تطبيق التيك توك مثلا، وتدخل تشوف لك مقطع، مقطعين، ثلاثه، شنو راح تتوقع يصير؟ المقاطع القصيره ليش صار عليها ادمان؟ لانه المقاطع القصيره تعطينا دوبامين سريع، اي انه كل مقطع 25 ثانيه، 15 ثانيه، بعد ما يخلص المقطع راح يفرز لي الدماغ هرمون الدوبامين، راح اشعر بالسعاده. المقطع اللي بعده كذلك كذلك كذلك. فاذا بدال لا ادرس ساعه كامله واحصل عليه مثلا نسبه 5% من الدوبامين، اقلب بالتيك توك واقعد اتباوع المقاطع التيك توك لمده 10 دقائق واحصل 30% دوبامين. طبعا ارقام مو دقيقه اكيد، وانما هي امثله على مود توضح الصوره. لذلك انا سميت خاصه التيك توك باقي البرامج التواصل الاجتماعي بمرض الدوبامين، لانه انت بعد ما راح يصير لك حافز تسوي اي فعل غير انه تتباوع مقاطع تيك توك او تتباوع مقاطع باليوتيوب، ريلز بالانستا والى اخره. زين، كيف نتفاداه؟ واللي هي النقطه الثانيه اللي عندنا. بكل بساطه يا شباب، سووا صيام، واللي هو صيام الدوبامين. راح تقول لي شلون؟ ممكن اكو بعضكم سمع عنه ممكن ما سمعوا. صيام الدوبامين بكل بساطه، انت خصص لك كل يوم ساعه ساعتين لا تتباوع بها تيك توك، لا تتباوع بها اي سوشيال ميديا واي شيء ممكن يعطيك نسبه دوبامين عاليه. مثلا بدال لا تستعمل الجوال مالتك، طلع كتاب، طلع قرآن، اطلع برا،
رياضة، روح العب كرة قدم، سوي اي فعالية غير انه تدخل على التيك توك وباقي البرامج. زين راح تقول لي انه شلون ومستحيل وانا ما عندي هالقابلية. ببساطة يا شباب، بدال لا تبدي من اول يوم وتقول اني يوم كله ما راح استعمل التيك توك، او اني راح اخصص 5 ساعات باليوم ما استعمل التيك توك، هذا الشيء مستحيل. وانما كل يوم مثلا ابدا اول يوم خصص نص ساعة ما تستعمل بها الجوال، بعدها ثاني يوم خصص 40 دقيقة، ثالث يوم 50، رابع يوم 60 والى اخره. كل يوم زيد المدة، خاصة خصصوا الوقت اللي هو بعد الاستيقاظ من النوم، لا تستعملون بالجوال اول نص ساعة، اول ساعة بعد استيقاظ، وراح تشوفون فرق كبير كلش. زين ثالث نقطة واللي هو احنا اوكي صرنا سوينا صيام الدوبامين، شلون راح نرجع الحماس لاي شيء نريده، سواء لعبة، انمي، مانجا، فعل معين، مونتاج، نشر باليوتيوب. بكل بساطة يا شباب اترك الشغلة. مثلا انا كل يومية العب جنشن وانا اغصب روحي وانا مثلا ملان، بكل بساطة اترك جنشن، اترك لمدة اسبوع اسبوعين، بعد ذني اسبوع اسبوعين راح ارجع لها، راح القى نفسي انه اني متحمس ومشتاق للعبة والعب وانا مستمتع. وكل يوم بدال لا تلعب ساعتين 3 باول يوم وتقتل الحماس على باقي الايام، العب 10 دقائق ربع ساعة هيك، خليها كل يوم الى تريد، سواء هذا بكنشن، سواء قراءة كتاب او اي فعل انت تريد ترجع له حماسك. اتمنى عجبكم المقطع يا شباب. مقطع حاولت اخليه سريع، انقل بيه معلومات تفيدكم. قولوا لي عندكم مواضيع ثانية ممكن نتكلم عنها، وايضا رابط الانستا مالتي جوا بالوصف، اتمنى تجون وتتابعوني. خلوني نفك الحظر عن حسابي بالانستا، وايضا راح ممكن بالمقاطع الجاية اخذ مشاركاتكم بعض المواضيع راح نفتحها، سواء موضوع الحماس، الشغف ولا اخره من المواضيع اللي اتمنى تكون اكو مشاركة من عندكم. وقولوا لي لا عاجبكم هيك افكار انا ودي نكثرها. مع السلامة.